بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها المصلون الكرام، أيتها الوجوه الطيبة والأكف الطاهرة المتوضئة، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة مقعدا. نسأل الله عز وجل العلي القدير في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام الغراء الطيبة أن يفتح علينا ويجعلنا إن شاء الله من عباده الذين أراد، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. بداية، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتوجه بالشكر الجزيل والعميق إلى سيدي ونعم سيدي فتح الله علينا وعليه ونفعنا بنيته وببركته على هذه الدعوة التي نسأل الله عز وجل أن يلهمنا فيها إن شاء الله الإخلاص ويجعلها إن شاء الله في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يخفى على الجميع أن نعم سيدي علاقتنا به عميقة وممتدة في تاريخ الدعوة والإمامة، فقد كان عندنا في بلدة عمر، ونعرفه أنه قد صال وجال وفتح الله به قلوبا عندنا في بلدة عمر بتوفيق الله عز وجل، وله في البلدة ذكر طيب مبارك والحمد لله. التقينا فأبى إلا أن يدعونا إلى هذه الدوحة الطيبة وإلى هذه الرياض اليانعة، رياض القرآن ومحاريب الدعوة. أنتم ونحن بفضل الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة، وتعلمون جميعكم أن هذه الأيام نحن في هذه الأيام قلت الطيبة المباركة التي ذكرها الله عز وجل في قرآنه في قوله عز وجل: والفجر وليال عشر. 10 ليال، 10 ليال. من العلماء والفقهاء من قال أن الليالي العشر هي العشر الأولى من ذي الحجة، وهناك من قال أنها العشر الآخرة من رمضان. وطبعا الفقهاء والعلماء لا يقولون الكلام عبثا، فنأخذ بمن يقول أنها هذه الأيام. وربنا عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. رب سبحانه كي يحلف بحاجة كبيرة، حاجة عظيمة، حتى أن مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل عظيم، حتى أنه أقسم الله عز وجل بعمر النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم. فعظمة النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو علمنا وهو الذي ساق إلينا معنى هذه الأيام التي نحن فيها. فعظمته عليه الصلاة والسلام جعلت من يؤذيه صلى الله عليه وسلم يؤذيه عن بعد فإنه يحبط عمله، نسأل الله العفو والعافية. ولتقرأوا إن شئتم بداية الحجرات. نواصل إن شاء الله بعد الأذان.